السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أتكلم على موضوع محمد رمضان وكابتن طيار أشرف أبو اليسر. آه طبعا في ناس كتيرة جدا عرفت بيه إن نمبر 1 بتاعنا بتاع مصر، اللي هو نمبر نفسه، يعني هو نمبر نفسه بنفسه، محدش نمبره. المفروض إن أنا أكون نمبر 1، الناس هي اللي تطلق عليا هذا الاسم يعني أو هذا اللقب. أنا ما أقولش على نفسي إن أنا نمبر 1. المهم هو تسبب في وقف حال راجل المفروض ان هو محترم، راجل مدرس في مهنته، راجل طيار، يمكن قضى تلت عمره طاير في الجو بسبب حتة صورة ضحك على الكابتن وقال ان انا هتصورها علشان افرج ابني عليها وافرحه بيها يعني. فطبعا الكابتن على كلامه على حد قوله قال ان هو حذره او انذره، يعني ان انت ما تعملش بيها شو علشان انا ما اتضرش، انا والاستاف اللي معايا، يعني انا والمساعد بتاعي او كده. وبالفعل الباشا كان لازم يظهر اللي هو طبعا بيعمله لينا، لان احنا اكيد ما كناش هنقدر نعيش من غير ما نشوف الصورة دي وهو قاعد مكان الكابتن وهو بيطير وهو اللي مطير الطيارة. يعني كان لازم هو اللي يبقى مطير الطيارة ويتنمبر علينا علشان احنا ما كناش هنقدر نعيش من غير ما نشوفه. فطبعا الكابتن اتضر واتوقف مدى الحياة ان هو ما عادش تاني يمارس مهنته اللي هي تعتبر خلاص قرب يسيبها، بس بشكل محترم، بشكل يليق يعني بخدمته ليها. يعني راجل بقاله عمره وخلاص قرب شكله كده ان هو خلاص قرب على المعاش يعني. ما كانش تبقى دي جزاؤه او ده جزاؤه ان هو يخرج بالشكل ده، يعني بالشكل الغير لائق بعد خدمته في مهنته دي يعني. بسبب صورة، يعني بسبب صورة الواحد يعني لسه له بس لقطة وهو بيعمل حمام يتصور وينزلها لنا، يعني نمبر 1 زي ما بيقول على نفسه. يعني مسمعتش حد بيقول عليه، بس هو بيقول على نفسه كده. احنا لازم نسمع كلامه عشان ما نتضربش، عشان هو بينزل بأسلحة وبيعمل حاجات كبيرة جدا كده خطيرة فممكن يضرنا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم على الناس اللي بتأذي ناس وهي بتقدم لها خدمة. يعني هو الراجل بيقدم لك خدمة ماشي، بياخد قصادها مقابل ان هو يوصلك من مكان الى مكان اخر. شغلة محترمة، يعني اي حد فينا بيتمنى ان ابنه او كان بيتمنى ان هو يبقى في المهنة دي يعني، ومش اي حد بيشتغلها. وانت في لحظة اتسببت ان الراجل يعمل غلط علشان زي ما بيقولوا بالحب، يعني كده زي ما هو الراجل بيقول بالحب ساعات بنعملها، لكن مش عشان انت تعرض بيها. هي مش عربية انت جايبها ب10 مليون وهتروح تتصور جنبها وتنزلها لنا عشان الناس اللي مش لاقية تاكل. منهم اللي يديك فانوس يجيب اجلك، ومنهم اللي بيقول طب انت بتتفشخر ليه، ومنهم اللي بيقعد يشتم فيك لان انت ما بتقدمش رسالة محترمة علشان تبقى في المكانة دي. المفروض الواحد بيفرح لما بيشوف حد بيعمل حاجة مثلا زي مثلا الغني عن التعريف كابتن المحترم محمد صلاح، اللي بيقدم رسالة محترمة لشاب مسلم محترم. وما شاء الله ربنا يزيده كمان وكمان. نفرح له. عمرنا ابدا ما كنا ضده، ولا عمرنا ابدا ما كنا بنقول مثلا ان هو بيعمل حاجة غلط، او عمرنا ما وقفنا مثلا قصاد اللي هو بيعمله. وما شاء الله احنا بالعكس احنا بنشجعه كمان وكمان، ويا رب يبقى اغنى واحد في الكون كله. لكن انت الغنى الفاحش ده يعني وصلك او انت وصلت له بايه غير بالهشك بالشك وبالمسخرة وبالقرف وبالنمبرة اللي انت عمال تنمبرها علينا يعني كجمهور، يعني بالنسبة للي بيتفرجوا عليك، يعني بالنسبة للناس اللي شبهك اللي بيترجح ان انت كده بتقدم حاجة محترمة للبلد وللمجتمع. لكن من وجهة نظر ناس محترمة كتيرة جدا انت فاشل، وانت بتقدم الفشل والفساد للبلد، يعني ما بتخدمهاش. بالعكس هو انت بتضر ناس محترمة انت ما كنتش تحلم اصلا ان انت تسلم عليهم، بس بنفوذك وبالثروة اللي بقت عندك ان انت بقيت تركب طيارة خاصة توصلك من مكان لمكان، فتقوم توقف حال الناس اللي بيقدموا لك خدمة يعني.
حسبي الله ونعم الوكيل. وانا هسيب حضراتكم مع الفيديو تتفرجوا على الراجل اللي المفروض هو راجل يعني اكيد طبعا محترم، لكن مكسور، باين جدا من كلامه ان هو اتكسر بسبب ان دي ما تبقاش نهايته. يعني المفروض نهايته تكون افضل من كده، على قد تعبه، على قد سنين عمره اللي ضيعها في المهنة دي. ما تبقاش في الاخر ان هو يبقى في الكسرة دي. ما تبقاش في الاخر ان هو يعني يقع عليه قرار زي ده ان هو ما عادش تاني ابدا يطير، او ما عادش تاني يمارس مهنته. وبلتمس من اي حد قريب من الراجل ده ان هو يكون جنبه، يعني اصدقائه ومعارفه والناس اللي يعني اصدقائه في الشغل معاه، زمايله، لو في اي حاجة تتعمل يقدروا يعني يقدموها له. يعني يا ريت، يا ريت يساعدوه. اي حاجة بيبقى فيها حتة استئناف، بيبقى فيها حتة ممكن ان هو يبين، يظهر العذر مثلا بتاعه، طالما التاني تخلى عنه اللي قال له انا ليا معارفي وليا مش عارف ايه وخلى بيه يعني، ولا عمل ولا سوى. فالمفروض ان الناس اللي حواليه بقى يساعدوه، يعني عشان ما تبقاش دي نهاية خدمته. يعني نهاية خدمته المفروض تبقى اشرف من كده، ما تبقاش على يد واحد يعني كلنا عارفين ان هو الا اقلية طبعا، ان هو ما يسواش، يعني ما يسواش. واحد اطلق على نفسه ان هو نمبر 1 من غير ما حد ينمبره يعني. فالمفروض ان هو ما تبقاش دي نهاية راجل محترم. السلام عليكم. صباح الخير. أنا الكابتن أشرف سعد أبو اليسر، اللي كنت في الرحلة بتاعة الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات. والأخ الفنان محمد رمضان طلب إنه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه. واحنا طيارة خاصة، الطيارة كلها هم 8 ركاب، 8 فوتيهات، ومفيش عائق اساسا بين الطيارين وبين الركاب، مفيش باب فاصل يعني. فالكو بايلوت اللي كان معايا راح الحمام، الحقيقة لقيت الاخ محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي بعد اذنك انا هاخد صورة افرجها لابني. احنا كطيارة خاصة بيركب معانا ناس VIP، رؤساء جمهوريات ووزراء وأمراء من كل بلاد العالم. فلما بيطلب ان هو ياخد صورة كتذكار، احنا يعني حبيا ضمنيا بيننا وبين، يعني بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم، لكن مش للعرض او للنشر او للكلام ده كله. طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصورة بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو بأغنية. الكلام ده طبعا كلام خطأ كبير جدا 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 انه اتعمل، لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده. وان في واحد بيقول ان بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة، ولفظ سايق الطيارة ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش لفظ ناس طيارين، احنا بنطير بالطيارة ما بنسوقهاش. المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب في اذية جامدة جدا لناس كتير، لناس كتير، وقفل بيوت كتير. وانا لما قلت له الكلام ده واحنا كنا راجعين من الرياض، قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي هيتسبب في اذية ناس كتير. قال لي لا ما تقلقش خالص، احنا الموضوع ده كله ان هاند واندر كنترول، وانا ليا ناسي هتكلم معاهم، وما تقلقش خالص، والموضوع اعتبره منتهي. طبعا الموضوع ما انتهاش، الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة، واللي حصل حصل، وكان قرار الوزارة ايقاف نهائي او مدى الحياة عن الطيران. وطبعا ده موضوع صعب جدا عليا، لان انا راجل الحمد لله يا رب كان ليا تاريخي. انا راجل اساسا قوات جوية، مدرس في كلية الطيران، ومدرس على طرازات كتيرة جدا في القوات الجوية، ومدرس في طرازات مدنية بعد ما سبت القوات الجوية. فصعب ان انا اعرض تاريخي كله
لانه يتمسح بالاسلوب البايخ ده. هذا هو الموضوع. نهايته ان احنا انا والكو بايلوت اللي معايا اخذ ايقاف سنه، وهو للاسف ملوش ذنب برضه الراجل، يعني هو اخذ ايقاف سنه ليه وانا اخذت ايقاف مدى الحياه. فطبعا انا سايب لكم انتوا الحكم على الكلام ده، والحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل.